كل سنة وانتم طيبين. يوم رمضاني جديد جايبه لكم النهارده حاجة هتقولوا بدري عليها شوية، بس حسيت ان احنا عايزين نفرح كده ونفتكر ايام رمضان واكل رمضان وفطار وسحور رمضان، فعملت لكم منيو اول اسبوع في رمضان، منيو اول اكلات في رمضان، حاجه كده تفرحنا وتحسسنا برمضان ان رمضان خلاص على الابواب قرب. رجب ما عادش فيه غير ايام ويدخل علينا ان شاء الله، وخلاص بعده شعبان ورمضان والايام بتجري هوا. فحبيت ان انا افرح كده وافرحكم معايا بمنيو اول اسبوع في رمضان. حبيت برضو ان انا اوريكم ازاي بنشكل اكلات وبنعمل اكلات مختلفه في رمضان. يعني ده طبعا مش منيو اكيد هناخده بنفس الكلام اللي مكتوب، هناخد منه اللي ينفعنا وممكن نوفى معاه حاجه من اليوم اللي بعده او اليوم اللي قبله وكده ونمشي الدنيا. المنيو بتاعنا انا عامله بس 6 ايام، اول 6 ايام اول اسبوع من رمضان، سحور وفطار ومشروبات وتحليه في كل يوم كده. طبعا في ايام كتير ما بنحليش فيها، ما بنعملش حلويات، في ايام كتير برضو بنعديها كده بحاجه تانية. فانا حبيت ان اول يوم يبقى مميز شويه في كل حاجه موجوده فيه، اول اسبوع قصدي، وبعد كده ان شاء الله نبقى نشوف هنعمل ايه. وهعمل ان شاء الله منيو تاني هيبقى على قد الايد، اقتصادي، حاجه كده نمشي بيها الدنيا وما تكلفناش كتير. زي ما قلت لكم حبيت ان انا افرحكم معايا بحاجه كده من ريحه رمضان تفكرنا برمضان وايام رمضان ولمه الفطار ولمه السحور في رمضان. وعملت لكم اول اسبوع في رمضان فطار وسحور. هنبدا اول يوم السحور هيبقى مميز طبعا. اول يوم سحور هيبقى غير بقيه الايام، عامله فيه بيض بالسجق وفول وزبادي وجبنه بطماطم، وطبعا الخضار اهم حاجه، خيار وطماطم وخس، اي خضار بقى موجود في البيت ناكل منه في السحور، هو ده اللي بينفعنا تاني يوم. اليوم بتاع السحور اول ليله ده بيبقى مميز شويه، في ناس لازم ياكلوا فيه كبده، في ناس لا احنا عندنا الفول والطعميه اساسي، في ناس يميزوه بحاجه زي السجق، حاجه كده يعني يبقى مكلف شويه عشان اول سحور بقى ولازم نبقى نحتفل بقدوم رمضان. فاول يوم سحور ممكن نزود فيه شويه حاجات تانية، ممكن جنب الحاجات دي مثلا بطاطس محمره، يعني نزود الاصناف شويه احتفالا بهي اول ليله بس. تاني حاجة الفطار، طبعا معروف عند المصريين محشي مشكل، عايزة تعملي بقى محشي كرنب ورق عنب بتنجان وكوسة، اي حاجة انت تعرفي تعمليها او تبقى سهلة عليكي، طبعا بنحضرها من اليوم اللي قبلها ويبقى جاهز بس على التسوية، تبقى حاجة كده سهلة وحلوة في اول يوم. تاني حاجه مع المحشي، في ناس اساسي عندهم البط وفي ناس ما بيحبوش البط وفي ناس مش متاح عندهم البط انهم يلاقوه، فممكن فراخ لحمه بط اي حاجه انت تحبيها مع المحشي المشكل وتمشي معاها، ومعهم طبعا شوربه وسلطه، بس كده مش هنعمل اكتر من كده. الفطار ده طبعا في ناس كتير بيزودوا فيه ويعملوه فطار اول يوم وتاني يوم، فانا عامله لكم اول يوم بس، وبعد كده يعني اللي عايز يعمله على يومين مفيش اي مشكله. المشروبات طبعا اول يوم لازم يبقى تمر هندي وكركديه، التحليه طبعا صينيه كنافه في اول يوم، رمضان بقى وكنافه وقطايف، لازم روايح رمضان تبقى في اول يوم مكتمله في البيت. اليوم التاني بقى هنعمله سحور الطبيعي بتاعنا العادي مع عند المصريين كلهم. في ناس اساسي عندهم الفول والطعميه، يقول لك احنا نسحر فول وطعميه عشان نقدر نكمل اليوم، مش من غير فول وطعميه ما ينفعش. فتاني يوم هنسحر فول وطعميه، طبعا الفول بنجهزه قبلها، بنعمله اكياس ونحطها في الفريزر، الطعميه ممكن برضو تعمليها وتحطيها او تشتري عجينه طعميه جاهزه وتبقى على السحور تعمليها كده على طول سريع. هنعمل معاهم جبنه بالطماطم والزبادي طبعا واي خضار موجود في البيت بقى، خيار طماطم خس، يخلي كده الصيام برضو بيخلينا يعني ما نحسش بعطش تاني يوم ويبقى اليوم حلو كده. الخضار اساسي عندي في السحور. الفطار بقى هيبقى صينيه بطاطس بالفراخ ورز بشعريه وسلطه وملوخيه، زي ما قلت ده فطار تاني يوم، ممكن نقضي تاني يوم بالفايض من اول يوم وهكذا، يعني خدوا انتوا بس افكار وبعد كده ان شاء الله نبقى نظبط الحكايات اللي هي اول يوم وتاني يوم وكده. المشروبات تاني يوم انا قلت لكم الحلقه اللي فاتت ان احنا بنخزن عصير جوافه وبنخزن عصير فراوله وبنخزن مانجا وبنخزن الحاجات اللي تنفع في الموسم بتاعها، نخزنها بتبقى رخيصه وحلوه وتنفعنا في رمضان زي كده. المشروبات عصير جوافه، بتطلعي كيس الجوافه تعمليه في ثواني وخلاص وتحط على جنب وبالعصير جاهز. التحليه قطايف بقى، احنا اول يوم صينيه كنافه يبقى تاني يوم اكيد قطايف، برضو ريحه رمضان وحاجه رمضان كده تبقى في الاول لسه مشتاقين ليها، فلازم الحاجات دي في اول اسبوع في رمضان. اول اسبوع في رمضان حبيت ان انا ما اعملش قوي اكلات، نفوت اكلات يعني. ليه احنا بنحضر لرمضان من بدري ليه، وعمالين نقول رمضان داخل علينا ونحوش ونعمل عشان حتى كام يوم الاولانيين دول ما نفوتهمش، يعني الكام يوم دول لازم يبقوا اكلات محترمه، يعني اكلات كده تحسسنا فعلا بروح رمضان كده وفرحه رمضان.
فاول كام يوم كده هيبقوا ماشيين زي ما احنا بنقول كده، فاهم، هيكون فيها حاجات جامده. تالت يوم السحور هيبقى هنسيب بقى الفول والطعميه والحاجات دي، ونعمل ايه، بيض وبطاطس محمره وجبنه وزبادي، وطبعا الخضار اللي موجود في البيت، خس، خيار وطماطم، اي حاجه تتاكل جنب الاكل كده في السحور. نوعي في السحور عشان الاطفال ما بيبقوش عايزين يسحروا، يعني الاطفال بيبقوا قايمين من النوم مش عايزين ياكلوا، مش جاي لهم نفس للاكل، فانت حاولي الحاجات اللي بيحبوها تبقى موجوده على السحور عشان تجيب لهم النوم. البطاطس المحمره بيحبوها، البيض، الجبنه، اي حاجه الولاد بيحبوها حاولي انك تضيفيها للسحور على الفطار كمان عشان يرضوا ياكلوا وتمسك معاهم شويه يعني يمسكوا نفسهم شويه في الصيام. الفطار بقى تالت يوم هيبقى اكله سريعه برضه. احنا بنعمل كل اللي احنا عايزينه قبل رمضان عشان في رمضان ما نشغلش نفسنا قوي بالطبيخ والاكل والشرب والحاجات دي، ويبقى عندنا وقت كتير للعباده، فبنعمل تجهيزات قبل رمضان تريحنا شويه. فاحنا نعمل الاكلات السريعه اللي ما بتاخدش وقت، الحاجات اللي بتاخد وقت اللي مجهزينها قبل رمضان، عشان الفراخ مثلا متبلينها قبل رمضان وعينينها عشان ما نوقفش كتير في المطبخ ونضيع احلى ايام واحلى ساعات واحلى دقايق في عمل الاكل، واحنا اصلا عايزين نتعبد بقى ونحس بروحانيات رمضان ونصلي ونقرا قران، فمش عايزين كل وقتنا يبقى اليوم كله في المطبخ، لا عايزين ندخل المطبخ بس مفيش 10 دقايق يكون كل حاجتنا جاهزه وعلى التسويه بس وخلاص. فتالت يوم قلنا نعمل حاجه كده سريعه وخفيفه، كفته ومكرونه وطحينه وسلطه خضراء، بس مش اكتر من كده. برضو الكفته ممكن تجهزيها قبلها بالتتبيله بتاعتها بكل حاجه وتبقى بس على التسويه، ومكرونه سريعه وطحينه وسلطه خضراء وفضل ونعمه. تالت يوم المشروبات بقى نعمل بقى ايه، عصير المانجا اللي احنا مخزنينه، وممكن كمان كركدي. التحليه بقى مش هنعمل تحليه بقى في اليوم ده، احنا عاملين قطايف اول يوم وتاني يوم وصينيه كنافه اول يوم، اللي باقي منهم هنعمل بيه بقى التحليه بتاعت تالت يوم. اليوم الرابع بقى السحور بتاعه بقى هنرجع بقى للفول والبيض والجبنه والزبادي اللي احنا عارفينهم، فول وبيض جبنه زبادي. الزبادي اساسي في الفطار، في السحور لازم الاطفال ياكلوا زبادي، ياكلوا خضار، حاولي تكتري الحاجات دي في السحور. الفطار بقى ايه، مكرونه بشاميل وبانيه وسلطه خضراء. برضه احنا معصبين اللحمه قبل رمضان وشايلينها، البانيه متبلينه وعاملينه جاهز على الآلية قبل رمضان، فالحاجات دي مش بتاخد معانا وقت خالص. المشروبات بقى بتاعت رابع يوم هتبقى صوبيا. احنا ما شربناش صوبيا خالص من اول رمضان، ندخل بقى الحاجات اللي بتاعت رمضان صوبيا كفايه قوي. التحليه ممكن نعمل مهلبيه قمر الدين، نعمل كام طبق مهلبيه كده حلوين، الاطفال بيحبوا المهلبيه والحاجات دي. زودي فيها شويه ياكلوا فيها بعد الفطار، ممكن ياكلوا فيها في السحور برضه، فبتبقى مفيده وحلوه احسن كمان من القطايف والكنافه وكده. بحس ان دي مغذيه شويه عنها. فالتحليه هتكون مهلبيه قمر الدين بس. خامس يوم بقى السحور هيبقى بطاطس مسلوقه ومهروسه، تسلقي البطاطس كده وتغسليها بحته زبده وبيض وخضار وزبادي. برضه سحور حلو كده ومختلف، ان احنا بنغير في السحور. ممكن تاخدي الفكره من السحور النهارده على سحور تاني يوم مش عارف ايه كده، وتعملي سحور العيال يحبوه ويرضوا يسحروا عشان يقدروا يسحروا. الفطار بقى انا ما قدرتش امسك نفسي بقى خامس يوم ان احنا لازم نعديها بقى، مش كل يوم لازم لحوم، كل يوم اكل متكلف. نعمل بقى ايه، شويه كشري. ما تقوليش الكشري مش في رمضان، لا احنا بنحب الكشري في رمضان، الاطفال بيحبوه، الكبار بيحبوه. الكشري عادي جدا ناكله في رمضان، كشري بقى وسلطه ودقه وبطاطس محمره، وممكن كمان تسلقي بيض معاه. المشروبات برضه عصير فراوله اللي احنا مخزنينها. التحليه بقى ناكل برضه فواكه بس تطري على قلبنا كده، مش لازم بقى سكريات كتير في رمضان. يعني احنا عملنا عشان اول اسبوع بس كل يوم صنف حلويات، بعد كده هتبقى التحليه نعتمد اكتر على الفواكه احسن. سادس يوم السحور هيبقى زبادي وجبنه وبيض وخضار بس. برضه السحور هنا هيبقى بسيط شويه، برضه نريح معدتنا شويه من الفول والطعميه والحاجات دي، فيبقى ايه حاجه خفيفه، زبادي وجبنه وبيض وخلاص، حاجه خفيفه يعني. والفطار برضه هيبقى حاجه خفيفه، كبده اسكندراني وشويه مكرونه بالصلصه وعيش وطحينه وممكن شويه بطاطس محمره جنبه. برضه الفطار ده مش هياخد معاكي دقايق في المطبخ، يعني انا بحب ان احنا في رمضان ندور على الاكلات اللي مش هتوقفنا كتير، خلاص دقايق كده ونعمل الفطار ونطلع من المطبخ كده نشوف اللي ورانا. ما تنسيش برضو ان عمايل الفطار ده عباده، يعني انت بتعملي الفطار وبتفطري صايمين ان شاء الله بتاخدي اجر الافطار صائم، والحاجات دي كلها يعني برضو بتدخل في العباده. بس انا بحب ان احنا في رمضان ما نقضيش الوقت كله في الطبخ والحاجات دي، يعني ايه يبقى الطبخ دي حاجه ما بتاخدش دقايق في اليوم. خلي اليوم كله يبقى عباده، يبقى قرايه قران، يبقى صلاه، يبقى دعاء، يبقى ذكر، احسن ليكي كمان.
وطبعا طول ما انت واقفه في المطبخ الذكر على لسانك دايما. زي ما احنا عارفين كل يوم بنعمل ذكر معين، طول ما انا واقفه بقول الذكر ده وانا صايمه ان شاء الله، عشان ربنا نطلع من رمضان كده واحنا واخدين حسنات كتير، وان شاء الله يبقى مغفور لنا في الشهر الكريم ان شاء الله. اللهم بلغنا شهر رمضان واحنا في اتم صحه وافضل حال، اللهم امين. المشروبات بقى هنشرب تمر هندي، المشروب الرسمي معانا في رمضان تمر هندي وكركديه اللي هيكملوا معانا طول المنيو بتاع 30 يوم. والتحليه بقى عملنا كنافه بالمانجا خفيفه برده حلوه، مش بتبقى فيها سكريات كتير زي الكنافه اللي بالمكسرات، بتبقى تحليه حلوه ومختلفه كده في رمضان. وده كان 6 ايام بس في منيو رمضان. لو عجبكم ممكن نكمل ونعمل كل كام يوم كده اسبوع في رمضان منيو نشكل في الاكلات، وممكن كمان نعملوه في الايام العاديه. يعني ممكن احنا دلوقتي ناخد منيو عادي، اكلات عاديه قصدي، نعملها في اليوم. تكتبي كده عندك 30 يوم للشهر 30 اكله، تبقي عارفه كل يوم صاحيه الصبح هتعملي اكله ايه النهارده، ناويه على طبيخ ايه النهارده، ما تضيعيش وقتك دايما في التفكير وان احنا هنعمل ايه وهنسوي ايه. وفي نفس الوقت بنفتكر الايام الحلوه وايام الفطار والسحور وايام رمضان، ونستعد لرمضان كده. وكل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش اللايك والاشتراك. كل سنه وانتم طيبين.